السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. جايبه لكم طريقة الليفت النهارده بطريقة سهلة جدا جدا. ناس كتيرة قوي بتبقى عايزين تخلله وبتخاف من ان هو يتهري منها. بصوا يا جماعة، بصوا مغسول ما شاء الله ونضيف ازاي. انا بصوا بتقطعيه نفس التقطيعة دي زي القلقاس. ليه؟ لان بتاخديها على قد البق على طول. بصوا انا جايبه لكم ايه، هقطعه معاكم. انا هعمل لكم ايه، واحدة مع بعض كده بنقطعها عادي. في ناس بتعمله صوابع وفي ناس بتشيله سليم. السليم ده ماشي تمام، بس لو انت هتقعديه السنة كلها. اما احنا عايزين ناكل منه مثلا يومين وهناكل منه. بصوا اللفت اصلا نازل ما شاء الله روايح الشتاء. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. بصوا هنقطع يا جماعة كده على قد ايه ان احنا ناكلها، ما نرميش منها ولا نحط في الطبق، ان احنا ناخد منها على طول. ناس كتيرة قوي بتعمله صوابع. انا جايبه لكم البرطمانات، جايبه لكم البرطمانات معايا. هنحط هنا وغسلاهم ومعقماهم وجايبه الملح. بصوا يا جماعه، تقطيعته سهله. في ناس بتقطعه 4/4، اللي عايز يقطعه بطريقته براحته. انا بقطعه كده. بصوا حتى العرش ده انا بحبه. بصوا هنقطع مع بعض ايه. انا سايبه واحده اتنين اقطعهم معاكم، اما مغسوله زي القشطه. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك بالله عليكم، علشان الفيديو يترفع ناس كتير قوي تشوفوا ايه على طول باذن الله. بصوا كده تمام. قطعنا كل الكمية اللي عندنا، هنحطه مع بعض بإذن الله في البرطمان وهوريكم هنعمل ايه تاني. بس كله اهو ومغسوله زي الفل. هنا انا عاملة ده ايه، بنجرية واحدة. دي كانت في الفريزر، انا بحب ان انا اجيبه واروح شايلاه في الفريزر. ما شاء الله بتعزل اي حاجة. هنعبي مع بعض في البرطمان. هنحط هنا، هنحط اتنين بنجرتين اتنين. وهنحط هنا اللفت عادي، هنعبي عادي. هعبي البرطمانات كلها وارجع لكم. ورجعنا لكم يا جماعه بعد ما عبينا البرطمانات. بصوا البرطمان ده ما شاء الله خد يعني كميه حلوه. والبرطمان ده برطمان بلاستيك. هنا احنا حطينا بنجر وحطينا هنا بنجر. بصوا الميه دي ده يعتبر محلول. بصوا لونه ما شاء الله. هنقسمهم كده تمام. ومعانا هنا الخل، يعني يا دوبك مش بنحط كتير. بصوا الخل معانا هنا يا دوبك هنحط كده حاجه بسيطه. كل برطمان حبه يعني قد ربع فنجان. تمام يا جماعه. هنا معايا شفشقين علشان ندوب الملح فيهم. الملح في ناس بتحط الحدق بتاعها بيبقى عالي قوي. حطي 3 معالق في كل شفشق. تمام. وعلى فكره ممكن تدوقي، يعني انا مثلا ايه لما ابتديت ان انا اتعلم ان انا اخلي الحاجه وتطلع مني وحشه او بايظه او كلنا بنعمل الحاجه وبتطلع مننا ايه مش من اول مره حلو. تدوقي الطعم، طعم الملح. تدوقيه، يعني تحطي مثلا كده في البرطمان هوريكي. تمام كده. لحد ما البرطمان هندوق كده الملح. بصوا لونه، ملحه ما شاء الله مظبوط. مش هنحط ملح تاني. تمام. بصوا ما قلبناش هنا قوي. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. هاتي بنجر. انا كنت جايبه ال3 ب10. البنجر ده لو جبتيه وشيلتيه بيبقى رافع مناعه ما شاء الله، للانيميا، لحاجات كتيره قوي. البنجر ده بتجيبيه وتروحي راكناه في الديب فريزر، في الفريزر، التلاجة. المهم بتشيليه يقعد معاكي بالسنه كده. احنا ما شاء الله
خللنا اللفت. بصوا لونه، يعني ما شاء الله لونه تحفة. وهنقفل عليه وبالظبط 3-4 ايام، لان احنا مقطعينه ايه، التقطيعة دي. وهناكل منه. عايزة ان انت تاكلي منه او تركنيه فترة طويلة، شيليه سليم او شيليه مثلا مشقوق 2، يعني حسب ما انت عايزة تعملي. بس اللفت جميل 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 قوي. وطعمه حلو بيبقى، يعني حلو قوي كمان البنجر الانيميا. ماشي يا جماعة، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وحضرتكم يعني شرفتونا ونورتونا لما بتكونوا في القناة. ويا ريت اللايك بالله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.